صباح الخير. هو مش صباح الخير قوي بصراحه، لان احنا الظهر، بس كان ورايا شغل الصبح ولسه حرفيا قادره ان انا ابتدي الفلوج دلوقتي. وانا في الكليه كان جوايا فكره كده او حلم او هدف ان انا كنت عايزه اعمل يوتيوب، او ان انا يبقى عندي تشانل على اليوتيوب. من كتر ما انا كنت بقضي وقت كتير قوي على الابليكيشن ده، من كتر ما انا كنت بحب الابليكيشن ده وحاسه ان انا بتعلم منه وبستفاد وبجد انسبايرد بناس، وتعلمت انجليش وتعلمت رياضه وتعلمت حاجات كتير قوي منه. كنت حاسه ان انا عايزه اكون ولو جزء صغير من الابليكيشن ده، بس دايما كانت الفكره جوايا. بس من كتر ما انا كنت حاسه انه ما عنديش حاجه اقولها، او ما عنديش هويه، ما عنديش فكره معينه هطلع اتكلم فيها، عمري ما قلتها لحد. عمري ما رحت قلت لحد تعرف ان انا نفسي اعمل تشانل على اليوتيوب. كنت حاسه ان الفكره مجرد فكره جوايا، مجرد بذره صغيره، بس ما عنديش هويه ان انا ابتدي بيها، او ما عنديش الشجاعه اصلا ان انا ابتدي التشانل على اليوتيوب. اول ما اشتغلت وبدأت هويتي توضح شوية وحسيت انه اكتر حاجة انا بحبها هي الرياضة، قلت لنفسي اوكي، طب ما تيجي نعمل يوتيوب ونتكلم عن الرياضة. انت بتحب الرياضة قوي وحاسة ان الرياضة جزء منك، طب ما تيجي نعمل كده. لمعت جوايا الفكرة اوكي، وقلت هو ده اللي انا عايزة اعمله، هو ده اللي انا هبدأ بيه الرياضة. بس طبعا جيت قدامي عوائق كتيرة جدا. اوكي، كان اول عائق فيهم هصور بايه؟ انا ما عنديش تولز، او موبايلي عادي اوكي، مجرد اندرويد عادي مش ايفون فظيع اوكي، او التصوير بالكاميرا بتاعته فظيعه، او ما عنديش الكاميرا الفظيعه اللي انا اقدر ابدا بيها وتكون الفيديوز بالكواليتي اللي انا متخيلاه. ما عنديش اصلا اي تولز. تاني عائق، هقنع اهلي ازاي ان انا هبدا يوتيوب او ان انا هبقى يوتيوبر اوكي؟ لان انا اصلا اقنعتهم بالعافيه ان انا عايزه اشتغل. انتوا متخيلين؟ هروح اقول لهم انا قررت ابقى يوتيوبر. تالت عائق، وهو اهم عائق بالنسبه لي، لان هو كان صوتي الدفين الداخلي اللي هو عباره عن سلبيات، كله عباره عن سلبيات. ماذا لو معرفتيش توصلي لحاجه؟ ماذا لو حد انتقدك؟ ماذا لو فشلتي؟ ماذا لو ما حصلش اي حاجه ما وصلتيش للي انت عايزاه؟ دي كلها كانت عوائق جوايا، وكلها اصوات سلبيه داخليه جوايا كانت عماله جوه دماغي، لحد ما حسيت ان انا عايزه اقول لها كفايه. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. لو جينا حللنا كل نقطة من العوائق اللي أنا بتكلم فيها واللي أنا كنت حطها لنفسي، سواء فكرة التقنية أو سواء فكرة الأهل أو حتى الأفكار السلبية، هلاقي إن هي كلها مجرد عوائق دماغي عمال يحطها لي عشان ما انجزش الحاجة اللي أنا المفروض أعملها. لو جينا مثلا فكرنا في حتة التقنية، ياما القنوات دلوقتي وصلت للملايين أوكي، وبدأت بس من مجرد التصوير بموبايل عادي. الكواليتي بتاعت الفيديوز في الأول كانتش احسن حاجه خالص، ولو جيتوا شفتوا ناس انتوا بتحبوهم ومتابعينهم من زمان، شوفوا اول فيديو ليهم هتلاقوا ان الفيديو عادي جدا. في الاول ممكن يكون متصور بموبايل، الكواليتي مش احسن حاجه. انا مقتنعه ان الصوره مش لازم تكون اروع حاجه، بس الصوت لازم يكون احسن حاجه عشان الناس تقدر تسمعك كويس او تتواصل معاكي كويس وتفهم انت بتقول ايه اصلا. وبعد كده واحده واحده الدنيا هتزيد وتقدر تجيب تولز احسن ان انت تصور بيها. الاهل، انا مقتنعه قوي ان الاهل بيعملوا كده بدافع ان هم بيكونوا خايفين علينا. هم دايما مش عايزيننا نطلع من السيف زون، دايما عايزين يكونوا مطمنوا علينا كده ويحطونا في الزون اللي هم شايفين ان هي مناسبه لينا. بس صدقوني الاهل لو شافوا ان انتوا
متمسكين بالحاجه دي وحابينها وعايزينها، هم عمرهم ما يقفوا عائق قدامكم، بالعكس هم زي ما انتوا بيبقوا خايفين عليكم. بس وانس ان انتوا اثبتوا لهم انه لا، هي دي الحاجه اللي انا عايزها وهي دي الحاجه اللي انا مقتنع بيها وحاببها وعايزه اكمل فيها، انا واثقه ان هم هيوافقوا. الافكار السلبيه، انا لغايه دلوقتي ما قدرتش اتخلص من الافكار السلبيه دي. لغايه دلوقتي ممكن انزل فيديوز وبعدها اقعد اعيط عياط مش طبيعي، انا قد ايه فاشله، انا قد ايه مش هوصل. بس بعدين بقول لنفسي سهام عادي بجد، سهام عادي، مجرد فيديو وسط ملايين الفيديوز، مش لازم يكون احسن حاجه بجد. ودايما هيبقى في ناس احسن مني، ودايما في ناس هتوصل قبلي، ودايما في ناس هتبقى متطوره عني وكل الحاجات دي. بس كل الفكره انه انا ايه، انا بتطور كل يوم عن اللي قبله، انا كل يوم بتعلم عن اليوم اللي قبله. ده بالنسبه لي مهم بجد. كمان بالنسبه لي مهم ان انا ما اقساش على نفسي، لان انا بحاول اقسى على نفسي، او مش بحاول، انا للاسف بقسى على نفسي من غير ما احاول. بس بحاول ما اقساش على نفسي عادي، بحاول ما اسمعش الافكار السلبيه، بس هي كده كده للاسف هتبقى موجوده وهتفضل موجوده، بس بحاول ابعدها وادخل الافكار الايجابيه بس. طول عمري بحب الذكريات، بحب ان انا احتفظ بالذكريات. عندي حاجات حرفيا من وانا في كي جي 1 او كي جي 2 ستيل لغايه دلوقتي محتفظه بيها، سواء من اصحابي، سواء حتى امتحانات ليا وانا في كي جي 1 وكي جي 2. بحب احتفظ بالذكريات. مؤخرا بقى من ضمن اهدافي في اليوتيوب انه حاسه ان اليوتيوب ده من اكتر الحاجات اللي هتحتفظ بالذكريات. كمان مثلا 5 سنين هبص كده واشوف فيها انا عديت بقد ايه، او مريت بقد ايه، او انا كنت عامله ازاي. كمان 5 سنين ممكن ما اكونش عايشه اصلا والناس اللي بتحبني تشوف الفيديوز دي وتشوف، تبقى ذكرى ليا. فبقيت حاسه ان انا اليوتيوب بالنسبه لي عشان ادوكيومنت ماي لايف اكتر، او ان انا احتفظ بحياتي اكتر، لانه ستيل لو انا احتفظت بالحاجات دي على الموبايل ستيل المساحه هتروح، وممكن ما اهتمش ان انا افتح اصلا الحاجات دي. بس لما استناها او احطها على اليوتيوب فاحس ان انا كده بحتفظ بيها اكتر. اوكي، بعدين اطفالي او انا او ستيل تاني الناس اللي بتحبني بعدين لما امشي من على الكوكب ده خالص شوف الحاجات دي، اكيد هتبقى مبسوطه قوي وهي بتشوف الذكريات بتاعتي دي. فده بقى من ضمن اهدافي في اليوتيوب، ان انا دوكيومنت ماي لايف، عشان انا بحب احتفظ بالذكريات. عارفين دي كانت من واحده صاحبتي، كنا في اعدادي، هي كانت سافرت النمسا وجابتها لي، انا لغايه دلوقتي محتفظه بيها. انا عايزه اقول لكم ايه، اللي عايزه اقوله ان لو انا قدرت بجد انتوا كمان تقدروا. لو تعرفوني كويس في الحقيقه هتعرفوا ان انا اكتر حد انطوائي، اكتر حد بيتوتر جدا وبسرعه وبيتلعثم في الكلام وبيتلخبط ومش بيحب يجود ناس كتير ومبيحبش ابدا ان حد ينتقده. اوكي، بس كل الحاجات دي كانت بالنسبه لي معوقات، بس تغلبت عليها وقلت لازم اخد الخطوه، لان فكرت فيها انه لو ما خدتش الخطوه كمان سنه ايه اللي هيحصل لو فضلت خايفه؟ ولا حاجه، هفضل محلك حرفيا، مش هيحصل اي تغيير. بس لو اتغلبت على خوفي دوت وخدت الخطوه، اوكي، هيحصل اي تغيير ولو صغير جدا، بس ستيل يكون في تغيير. فخدوا الخطوه، ما تفكروش في اي حاجه من المعوقات، ما تفكروش انا عندي ادوات ايه، ما تفكروش الناس هتقول عليا ايه. دي كلها زي ما قلت لكم حاجات مخك عمال يحطها لك عشان ما تاخدش الخطوه. فلو عندكم حلم، مش بس في اليوتيوب، في اي حاجه، خدوا الخطوه وفكروا فيها. كمان سنه لو خدتها ايه اللي هيحصل، ولو ما خدتهاش ايه اللي هيحصل. لما تفكروا بالطريقه دي صدقوني ايا كان الخطوه بتاعتكم هتاخدوها ومش هتخافوا. Anyways,